اني يمكن هواية مكانات قررت عنها. اول فترة هاي اني صار لي 17 سنة بالسوشيال ميديا، والعراق كله يعرف سارة شنو. يعرف سارة مناضلة وتعبت على روحها ومعيشة اهلها وقربتها العفو عوائل. ولحد الان انا عروس رابع يوم من عرسي طلعت الشغل، لانه انا ما اقدر ما اطلع الشغل، لان هذا التزامي، هذا التزامي ويا هواية ناس محتاجة واهلي وداير مدايري، فاني عايشة على شغلي. فبمعنى انه اني هاي الفترة من الزمن اني شغلت فد انسانة، يعني هاي الانسانة ظلت تصور بكل لقطة بشغلي تصورها. احنا بنات وصالون وبس بنات، كل شيء نلبس بالصالون، ما عندنا شباب. جدي حابة الموضوع يعني؟ الطفل تجيب ضيف الحلقة الجاية. نجيب ضيف. والله قالوا لي كنت ما مسموح بس لا مو علي يعني عليهم حسوني الاسبوع على الهاي ايش عجب قاعد تريد ما شاء الله اوكي تمام. هسه تسمعني واضح زين. ومحكمة كل هذا ايجاب، ما معقول هذا الكلام، يعني هذا نفس الشيء. هواية صار لغط وهاي الفترة بالذات لغط على طريقة حياتكم والاشياء اللي قاعد تصير وياكم. هذا خلى الاهل اللي امي واهله وامه وابوه كانوا خطيه متخربطين، واهلي متخربطين بسبب كلام العالم والانتقادات والبكي اللي بكيته بسبب اهلي، لانه ولا اهله ولا اهلي يستاهلون انه يبكون بسببنا. احنا هسه صار مجتمعنا مجتمع ترند. الترند على حساب نفسك، الترند على حساب عائلتك، الترند على حساب المريض، على حساب اللي يريد يموت، على حساب المات، على حساب اللي يندفن. تمام؟ روح صوره مع احترامي لكم دوس. احنا قاعد بعائلتك وبسيارتك ما تدري حد يصورك من ورا، هي تصور احنا ما ندري. حاسبتيها؟ حاسبتها وراسلتها وقلت لها حذف الفيديو، فحذفت الفيديو، بس الفيديو بعد انتشر. الله. هاي الربطة أنا منذ عمر طويل. أنا كنت أنا ووالدتي طبيبة، كانت دائما تقول لي يما أنا بال 35 سنة عمري تحجبت، يما شو كنت ناوية؟ الله يهديك وتقتنعين قناعة تامة أنت تلبسين الحجاب، الحجاب لربك، باكر الله يحاسبك، وراك آخرة وراك نار، كافي، الدنيا مو كلها لهو، مو كلها ضحك، مو كلها ونسة، شوية انتبهي لحياتك، لربك، لحجابك، لبيتك، لعائلتك. أنا هذا الشيء كنت ناويته منذ أنا قبل سنة طلعت بلقاء قلت أنا بعد سنة حتحجب، وفعليا هاي السنة أنا تحجبت لله. لا عمر طلب مني، ولا أهله طلبوا مني، ولا أهلي. عمر ربطة القاس بالالتزام؟ لو مو قصة مجتمعنا هذا وين راح؟ أنا ما فتت شو هو اللي حصلوا؟